أهلاً، إزيك عامل إيه؟ في فيديو النهاردة أنا عايز أوريك سبب من أسباب وجع المؤخرة ووجع الرجل اللي كتير بيتلخبط مع العصب الوركي أو مشاكل الورك. أنا عايز أوريك إزاي تختبر إذا كان ده هو سبب الوجع اللي حاسس بيه وإزاي تحسن المشكلة دي. لو أنت ما تعرفنيش تشرفت بيك، أنا الدكتور ألكسندر موتا. أنا أخصائي علاج طبيعي وأخصائي أوستيوباثي ومبسوط جداً إنك معانا هنا. بص على السؤال ده، لوسيا علقت وقالت: أنا عندي وجع شديد في العصب الوركي وفي العمود الفقري، وحاسة إن عندي غازات كتير في العضلات. أعمل إيه؟ ساعدني لو سمحت، شكرا. أنا بالفعل عملت فيديوهات كتير بتكلم فيها عن مشاكل العصب الوركي وعن مشاكل الورك، والمشكلة إن في ناس كتير بتعمل التمارين وبتتعالج وبتاخد أدوية ويبان إن الوجع ده عمره ما هيروح أو ممكن يروح ويرجع تاني. الموضوع إن في أوقات كتير المشكلة بتكون في عضلة اسمها العضلة المربعة القطنية. أنا رسمت الرسمة دي بسرعة هنا، تعالوا نفهم. تخيل إنك بتبص على حد من ظهره. هنا عندنا الحوض وعظمة الحوض والعجز اللي هو نهاية العمود الفقري. هنا عندنا فقرات العمود الفقري القطني، وهنا آخر فقرة في العمود الفقري الصدري، وآخر الضلوع. والعضلة دي اللي هي العضلة المربعة القطنية بتكون بالضبط هنا جنب العمود الفقري القطني، وبتربط الضلوع بالحوض. ودايما لما بيكون في عدم توازن في جسمنا، بعض العضلات بتبدأ تتراكم فيها التوتر وبتبقى أكتر تبس وألم، وبيبدأ يظهر حاجة اسمها الألم المحال. وده ألم بيظهر في أماكن تانية في الجسم بسبب العضلة دي. وهنا أنت شايف خريطة للألم المحال، الألم اللي ممكن يحصل بسبب العضلة دي. العضلة تراكم التوتر في العضلة المربعة القطنية. خد بالك إن الوجع ده هو الوجع اللي بيطلع من العمود الفقري وبينزل على المؤخرة. وكتير من المتخصصين وكمان ناس كتير على طول بيقولوا إن المشكلة في العصب الوركي. ولو لسه عندك شك، افتكر إني سجلت فيديو قبل كده وريتك فيه إزاي تختبر العصب الوركي. بسيب لك الفيديو هنا في الكارد عشان تتفرج عليه بعد الفيديو ده. وفي الخريطة التانية دي برضو لخريطة الألم المحال لنفس العضلة، بتوضح الألم اللي بيكون في جانب الورك وبينزل على الفخذ أوقات، واللي كتير أو بيتلخبطوا بينها وبين مشاكل الورك أو التهاب أوتار العضلة الألوية المتوسطة أو التهاب جراب الورك أو التهاب الجراب المدوري. فلو أنت حاسس بألم في المناطق دي وحاسس إن مفيش حاجة نافعة أو مفيش حاجة بتدوم لفترة طويلة، خليني أوريك إزاي تختبر إذا كانت عضلة المربع القطني هي اللي مسببة الألم ده وإزاي ممكن تتحسن. طريقة اختبار العضلة دي هي إنك تعرف إذا كانت تقدر تتمدد وتتطول. لما العضلة بتكون مجمعة توتر مش هتسمح لك تعمل الحركة، هتلاقيها بتحدك يا إما بسبب الألم يا إما بسبب التوتر نفسه. هتحس كأن في حاجة ماسكة الحركة ومش سايبة تتحرك. خليني أرسم رسم سريع عليا كده عشان تفهم إيه هي الحركات وإزاي هيكون الاختبار ده. يا جماعة انتوا مش متخيلين قد ايه صعب ترسم على ظهرك بنفسك، بس بصوا كده هو نقدر ناخد فكرة. يلا بينا. عضلة المربع القطني موجودة في الناحيتين، الناحية اليمين والناحية الشمال. هنا أنا رسمت بس الناحية اليمين، فخلينا نتخيل إن الوجع اللي أنا حاسس بيه في الناحية اليمين، أو الوجع البسيط اللي جاي ناحية المؤخرة، أو الوجع اللي جاي ناحية الورك. علشان نختبر العضلة دي عندنا طريقتين. الأولى بسيطة، بتحط ايديك على وسطك وتيجي هنا جنب العمود الفقري، بتدور على نقط حساسة، نقط فيها وجع. لو لقيت نقطة حساسة قوي كأنها متعورة أو نقطة زناد، يعني أول ما تدوس عليها بتعيد الإحساس بالوجع، بتحس بوجع في المؤخرة أو في الورك. ده دليل إن فعلا الوجع اللي حاسس بيه سببه عضلة المربع القطني. الطريقة التانية لعمل الاختبار ده هي إنك تحاول تمدد العضلة دي. عشان كده هتقف واقف وتسيب إيديك هنا على جنب رجلك، وهتميل يمين وشمال عشان تلاحظ لحد فين تقدر تنزل. يعني هتقف واقف وتسيب إيديك هنا جنب جسمك وتشوف تقدر توصل لحد فين، وانت نازل كأنك بتحاول تلمس جنب ركبتك، مين ناحية اليمين وميل ناحية الشمال. فاكر ان الوجع في الجنب اليمين، يعني لو العضلة المربعة القطنية فيها شد في الجنب اليمين، لما اميل الناحية التانية، لما اميل للشمال، هحس ان في حاجة هنا في ظهري
بتشد الحركة كأنها بتسحبني، أو ممكن أحس بألم أول ما أميل للشمال كأن في حاجة مجروحة بتتشد. الوجع في الجنب اليمين أنت بتجرب تميل للشمال وتنزل إيدك الشمال كأنك هتلمس ركبتك. لو قدرت تنزل أقل بكتير ناحية الشمال، أو لو أنت بتنزل حسيت إن في حاجة بتشد ورا في ظهرك أو حسيت بألم، أيوة ده معناه إن العضلة المربعة القطنية هي اللي مسببة المشكلة دي. وأنا كمان قلت قبل كده إن الحركة دي بتاعة الميل ناحية يمين أو شمال ليها علاقة بالعجز. أنا سايب لك هنا في الكارد فيديو تاني بشرح فيه إزاي تحسن العجز والمفصل العجزي الحرقفي. أول طريقة تحسن بيها المشكلة دي هي إنك تدور بالظبط على أكتر نقطة حساسة، ولما تلاقي النقطة دي هتضغط عليها ضغط خفيف. أنا عايزك تحس بألم خفيف، أو ياريت حتى من غير ألم، صح؟ لو حسيت بألم جامد يبقى أنت كده بتضغط جامد قوي. خفف إيدك، خفف الضغط ده واضغط ضغط أخف. ولما يكون في وجع بسيط ممكن تتحمله، أو ياريت من غير وجع، هتفضل محافظ على الضغط ده وكمان هتميل لنفس الاتجاه. خليك محافظ على الضغط ده هنا لمدة 90 ثانية، ولما ترجع هتلاحظ إن النقطة بقت أطرى وأقل توتر والوجع قل جدا. ممكن تكرر التمرين ده لحد 3 مرات. لو ارتحت اضغط أكتر. لو الوجع رجع ميل جسمك واستنى 90 تاني وارجع. وممكن تكررها للمرة الثالثة. اضغط أعمق كمان، ميل جسمك واستنى الوجع يقل واستنى 90 تاني وارجع. لسه مش مصدق الرسمة دي. كانت صعبة جدا يا جماعة. قدروا المجهود، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وفعلوا كل الإشعارات عشان الموضوع مش سهل، صح؟ في التمرين التاني هتدلك العضلات دي دلك الناحيتين باستخدام مفاصل إيدك دي. لما تقفل إيدك وتعمل قبضة هتلاقي في أطراف العظم دي طالعة، ودي ممتازة لتدليك الظهر. فأنت هتحط مفاصل إيدك دي على كل ناحية وتقدر تدلك من فوق لتحت، وكمان تقدر تدلك بحركة دائرية. اعمل التدليك ده لمدة 30 ثانية أو حتى دقيقة لو كنت حاسس بالإحساس الحلو ده وانت مسترخي. مع التدليك وفي نصيحة زيادة، شوف ايه اللي يناسبك أكتر. لو هتعمل التدليك ده وانت واقف، قاعد، أو حتى نايم على بطنك، كل واحد مختلف، فجرب وشوف ايه اللي يريحك أكتر. وفي ناس كتير العضلة دي بتكون موجوعة جدا لدرجة ان هم مش قادرين يعملوا لا التمرين الأول ولا التاني. في الحالات دي هتعمل التمرين رقم 3، والتمرين التالت هتعمله وانت نايم. بس ركز الأول، انت هتقعد على السرير في مكان يكون مريح ليك عشان تعرف تنام وتقوم. وتخيل الآتي: لو الوجع اللي انت حاسس بيه في الجنب اليمين، هتنام والجانب اللي فيه الوجع مواجه لجسمك. يعني لو أنا حاسس بألم في الجنب اليمين هنام على الجنب الشمال. وهنا هتعمل الآتي: هتنام على جنبك وهتشبك صوابعك مع بعض. بالطريقة دي حط ايدك على صدرك اليمين وسيب وزن دراعك يلف في جسمك كأنك بتلف صدرك ناحية السقف. خدها بالراحة لحد ما تحس انك مرتاح. لما توصل للحد اللي بتحس فيه بالشد، هتحس ان منطقة العضلة المربعة القطنية بتتمدد بس من غير ما تحس بألم. هتفضل في الوضع ده لمدة 3 دقايق وتتنفس بهدوء وراحة واسترخاء، وتاخد نفسك على مهل. وكل ما تطول في النفس خصوصا وانت بتطلع الهواء يكون أحسن. انت كده بتساعد على تمديد وإطالة وإرخاء العضلة المربعة القطنية. فكل اللي عليك تعمله انك تفضل في الوضع ده وتستمتع وتحس بالاسترخاء. وانا عايز اقولك على عادتين ممكن تكون بتعملهم وبيسببوا تراكم التوتر في العضلة المربعة القطنية. اول حاجة، لو انت بتقعد ورجلك متقاطعة، مثلا لو عندك ألم في الجهة اليمين، العضلة اليمين عندك بتجمع توتر. خد بالك لو انت قاعد مش بتقاطع رجلك اليمين فوق الشمال. او كمان كتير من الرجالة بيعملوا كده، بيحطوا المحفظة، ساعات محفظة كبيرة قوي، في جيب البنطلون الوراني، وساعتها كأنك قاعد فوق مخدة
الحوض بتاعك دايما هيبقى مش متساوي، واللي بيحصل علشان يحمي العمود الفقري هو إن الناحية اللي فوق أكتر العضلة دي بتبدأ تشد وتتقلص أكتر. قول لي في التعليقات لو التمارين دي ساعدتك، لو فعلا فرقت معاك أو اتعلمت حاجة جديدة. اشكرني. لما تدوس لايك تحت هنا، اللايك بتاعك بيساعدك، بيساعد ناس تانية، وكمان بيساعد قناتنا تكبر. وأنا بقول إن القناة دي بتاعتنا، عشان أنا عايزك تبعت النصايح دي وكل النصايح اللي في القناة دي. لو تعرف حد عنده وجع، شارك الفيديو في جروبات الواتساب وابعت لحد انت عارف انه بيحس بالوجع ده. انا سايب لك فوق هنا فيديو بتكلم فيه عن عضلة تانية وهي سبب كبير في وجع الظهر ووجع الورك. كل اللي عليك تضغط وتتفرج، وتحت هنا في قائمة تشغيل كاملة عن وجع الورك عشان تتفرج عليهم كلهم. لو الفيديو هناك اكيد هيساعد اللي عنده وجع في الورك. انا حكتفي بكده، تحياتي الكبيرة واشوفكم في المرة الجاية.